عمرك اتحبست في مكانك بسبب ألم ظهرك؟ انت مش لوحدك. 8 من كل 10 في العالم لازم يجي لهم الوجع ده في أي مرحلة من حياتهم. بس قبل ما تقلق، أغلب الأسباب مش خطيرة، غالبا بتكون مرتبطة بأسلوب حياتك. خليني أقول لك أهم 4 أسباب بيضغطوا على عمودك الفقري. أول حاجة هو ضعف العضلات وقلة الحركة. لما عضلات البطن والظهر بتكون ضعيفة بيكون العمود الفقري هو اللي شايل الحمل كله، وده سبب شائع جدا للألم. ثانيا، رفع الأشياء بطريقة غلط. لما ترفع حاجة تقيلة من غير ما تتني ركبتك، الضغط كله بينزل على أسفل الظهر وده بيعمل إصابة في ثواني. ثالثا، السمنة وزيادة الوزن الزيادة خصوصا في منطقة البطن بيشد جسمك لقدام، وده بيزود الضغط على الفقرات القطنية. حاجة ممكن نغفل عنها جميعا وهي التوتر والإجهاد النفسي. أيوة، التوتر بيعمل شد عضلي مستمر في الظهر والكتفين. امتى تقلق؟ لو الألم ده معاه تنميل أو ضعف في الساقين أو مشاكل في التحكم في التبول، ساعتها لازم فحص فورا لاستبعاد الانزلاق الغضروفي او ضغط على العصب. خلي بالك من ظهرك، قوي عضلاتك، اتحرك باستمرار. ابعت لنا او كلمنا لو عندك ألم مستمر، ممكن نساعدك ترجع لحياتك الطبيعية اسرع مما تتخيل.